الجزائر. لا شيء يرعب القلب أكثر من صمت الأطفال، ذلك الصمت الذي لا يسبقه بكاء بل اختفاء. طفل خرج من باب بيته ولم يعد، ليبدأ سباق بين الزمن والخوف. قبل أسابيع فقط اهتزت الجزائر على وقع اختفاء الطفلة مروة بوغاشيش. كانت مروة تلامس أبواب النجاة، كانت على بعد ساعات من العودة إلى حضن والدتها، لكن يداً خفية مظلمة سحبتها من حافة الضوء لتختفي من جديد، وهذه المرة من عقول الناس لا من الطرقات. لقد فشلنا في استرجاع مروة، ومثلها كثيرون خرجوا ولم يعرف لهم أثر. ولكن اليوم وبين دهشة الوجدان وقلق العيون كاد التاريخ أن يعيد نفسه. اسم جديد يضاف إلى لائحة الغياب: عزو، طفل في 3 من عمره اختفى فجأة وبدون أي أثر. هل هو اختطاف؟ هل هي لحظة غفلة عابرة تحولت إلى مأساة؟ الأسئلة كانت كثيرة، لكن الأمل كان واحداً: ألا نكرر مأساة مروة. وفي حي بسيط من أحياء عنابة، وتحديداً في منطقة ذراع الريش، تحول الهدوء إلى عاصفة بشرية من الجيران، الشرطة، الدرك، الحماية المدنية والقلوب الخائفة. ساعات طويلة، كل دقيقة فيها كانت اختباراً لصبر أم ولضمير مجتمع ولحجم الخوف الذي لا يرى في العيون بل يكتم في الصدور. وكانت النهاية معجزة. في حي ذراع الريش، وتحديداً بمنطقة 1000 مسكن اجتماعي، عاش الناس كابوساً حقيقياً. طفل صغير اسمه عزو لم يتجاوز عمره 3 سنوات خرج من منزل أحد أقاربه واختفى. لم يكن من سكان الحي بل كان ضيفاً لا يعرف الطرق ولا يفرق بين الزقاق والباب. خرج بثيابه الحمراء وضاع في الفراغ. في البداية ظن الجيران أنه لا يبتعد كثير سيعود، لكن مرت الدقائق وتحولت إلى ساعات. والأم، تلك الأم التي لا تعرف شيئاً سوى أنها فقدت فلذة كبدها، بدأت تصرخ، تبكي، تتوسل. الجيران لم ينتظروا تعليمات، تحركوا وحدهم، ثم التحقت بهم الشرطة والدرك والحماية المدنية وحتى وحدات من الجيش. ما خصنا لا راديو ولا تلفاز، خصنا نلقاو عزو، قالها أحد شباب الحي وهو يحمل مصباحا وينادي باسمه في الظلام. كل شبر في الحي تم تمشيطه، كل عمارة، كل سرداب، كل مجرى ماء. الليل لم يكن للنوم بل كان لساعات البكاء والبحث. الحماية المدنية جندت كل ما تملك: ضباط، أعوان، وحدات إنقاذ، كلاب بوليسية مدربة، وحتى فرق مختصة في الأماكن الوعرة. وفي لحظة بدا فيها أن الأمل بدأ يضعف وأن السيناريو سيتكرر، حصلت المعجزة. عند منتصف النهار وفي عمارة مجاورة، أطل وجه صغير من نافذة شقة مهجورة، وجه لم يره الناس منذ مساء الأمس. إنه عزو. كان مرهقاً، خائفاً، لكن على قيد الحياة. ربما دخل الشقة بالصدفة، وربما أغلق عليه الباب، لكنه وجد وعاد ونجا. صرخة الأم حين رأته كانت كافية لإيقاظ كل مشاعر البلد. بكاؤها لم يكن عادياً، كان بكاء أم عادت لها الروح بعد أن فقدت. الفرحة عمت المكان، نساء زغردن، شباب صفقوا، والجميع حضن الطفل كأنهم يعرفونه من سنين. والي ولاية عنابة السيد عبد القادر جلاوي وجه شكره لكل من ساهم في عملية البحث، وأعلن فتح تحقيق رسمي لمعرفة تفاصيل ما جرى. لكن الحكاية كما انتهت بسعادة بدأت بدروس. في الجزائر لا يجب أن ننتظر المصيبة حتى نتحرك، ولا يجب أن نترك أطفالنا بلا متابعة ولو لدقيقة، لأن دقيقة واحدة قد تسرق منا ما لا يعوض. هذا الطفل عاد، لكن هناك أطفال آخرون لم يعودوا بعد. كل يوم نغلق فيه الباب، فلننظر خلفنا جيداً، فربما هناك من ينتظر فرصة ليخطف ما هو أغلى من الحياة. عاد عزو، نعم، هذه المرة عاد، لكن ما الذي تركه وراءه؟ ما الذي كسره فينا ولو لثوان؟ أهو الخوف من تكرار مأساة؟ أم أننا بتنا نعيش على وقع الأمل وننتظر المعجزات في كل مرة يغيب فيها طفل؟ عزو ليس مجرد طفل تاه، ولا مجرد اسم على منشور فيسبوك يتداول لساعات. هو صورة عن هشاشة الطفولة حين تترك وحدها. هو صفعة على وجه الغفلة، على باب من أبواب البيوت التي تعتقد أن الأطفال لا يضيعون في وضح النهار. نعم، هذه المرة نجونا ونجأ الطفل، لكن ماذا عن المرة القادمة؟ ماذا عن مروة برغشيش التي لم يمنحها القدر نهاية كهذه؟ مروة التي كانت على بعد خطوات من النجاة ثم اختطفتها يد لا ترى ولا ترحم. ومثلها كثيرون، أطفال خرجوا ولم يعودوا، أطفال أصبحوا مجرد صور باهتة على الجدران ووسوم تنسى مع الوقت. الفرق بين عزو ومروة ليس في الحب ولا في الجهد، بل في الثواني والصدفة
والشارع الذي قرر أن يكون حياً في اللحظة المناسبة. عزو نجا لأن الجيران قرروا ألا يناموا، نجا لأن الشرطة تحركت بسرعة، لأن الحماية سخرت كل ما لديها، لأن شباب الحي انطلقوا دون تفويض. نجا لأن هناك من قال: هذا الطفل ابني حتى لو لم يكن من دمي. وهنا نطرح السؤال الأهم: هل نحتاج إلى أن يضيع طفل كل مرة كي نستفيق؟ هل نحتاج إلى أن ترتجف الأمهات ونستنفر ليلاً ونهاراً كي نعيد التفكير في طريقة حمايتنا لأبنائنا؟ نعم، الغفلة قاتلة، ودقائق من التشتت قد تحول بيتاً إلى مأتم، وابتسامة إلى صورة مطبوعة على لافتة. ولذلك لا يجب أن نخدع بنهاية هذه القصة. فعزو وإن عاد ترك خلفه سؤالاً كبيراً: ماذا لو لم يكن وحده في تلك الشقة؟ ماذا لو فتح عليه الباب شخص لا يعرف الرحمة؟ ماذا لو لم يطل من النافذة في الوقت المناسب؟ ماذا لو؟ أسئلة ثقيلة لكنها ضرورية، لأننا نعيش في زمن لا يرحم، زمن أصبحت فيه الطفولة سلعة، والبراءة مطمعاً، والتهاون جريمة مغلفة بالحب. فلننتبه، فلنمسك بأيدي أطفالنا أكثر، ولنعلمهم ونعلم أنفسنا أن العيون يجب أن تسبق الخطى، أن نعرف أين يذهبون، مع من، ولماذا، وأن لا نتركهم فرائس للقدر ولا فريسة للإهمال. أما لا عزو، فلكم منا السلام. عدت وكأنك بعثت فينا الحياة من جديد. ذكرتنا أن الطفل لا يحتاج سوى باب مغلق ليختفي، وباب مفتوح ليختطف، وباب في القلب ليبقى آمناً. وفي الجزائر لا نحتاج أن نرى اسماً جديداً يضاف إلى لائحة المفقودين. يكفينا ألم مروى ورعب عائلات أخرى لم تجد نهاية سعيدة. عزو عاد، فلنجعل من عودته آخر صرخة قبل أن تضيع طفولة أخرى إلى الأبد.